ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة يطالب إدارة النادي بتوضيح موقفها من مسألة تجديد عقده في أسرع وقت ممكن، وذلك لكي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله. وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي. وصرح المدرب تشافي هرنانديز في عدة مناسبات أنه يريد استمرار اللاعب مع الفريق، لكن إدارة البارسا ما زالت لم تقدم له أي عرض حتى الآن. وهناك عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع قائد البارسا بشكل مجاني في الصيف القادم، وهذه الأندية تتواجد في الدوري الأمريكي والدوري السعودي وستضمن له راتبا مغريا. وأضاف التقرير أن بوسكيتس يريد من برشلونة تحديد موقفه النهائي إن كان سيمنحه عرضا جديد أم سيسمح له بالرحيل مجانا، لأنه يريد دراسة العروض الأخرى المتاحة أمامه وترتيب الأمور اللوجستية فيما يتعلق بالخطوة الجديدة بمسيرته. أراد ناتشو رودريغيز مدافع فريق ريال مدريد أن يبعث برسالة لتهدئة الأجواء بعد التصريحات الأخيرة له بعد مباراة ليفربول، والتي كان بها تشكيكا فيما يتعلق بقرار استمراره مع الميرينغي. كان ناتشو قد دخل إلى مباراة ليفربول من على دكة البدلاء بعد إصابة ديفيد ألابا، ونجح في إيقاف خطورة محمد صلاح. وبعد المباراة ذهب إلى المنطقة المختلطة حيث أدلى ببعض التصريحات التي أزعجت إدارة ريال مدريد. قال ناتشو عندما سئل عن مستقبله: عندما أتخذ القرار سيكون النادي هو أول من يعلم، حتى لو لعبت كل دقيقة فإن ذلك لن يؤثر في قراري. بعد يومين فقط من هذه التصريحات تحدث اللاعب على شبكات التواصل الاجتماعي مستفيدا من أنه وصل إلى 300 مباراة بالقميص الأبيض. وجاء في رسالته: عائلتي وأصدقائي وفريقي يعرفون ما يعنيه هذا القميص بالنسبة لي، وبنفس الحماس سأذهب إلى المباراة رقم 301. شكرا لكم جميعا. كانت تلك كلمات ناتشو مصحوبة بصورة في فالدي بيباس مع القميص الموقع من جانب جميع زملائه، وأراد به تهدئة الأجواء بعد تصريحاته التي أزعجت النادي بسبب وضعه السيء في بداية الموسم. يبدو أن خسائر برشلونة من الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد لا تقتصر فقط على الإقصاء من بطولة الدوري الأوروبي، بل تمتد للتأثير على ميزانية النادي أيضا. وبعيدا عن الأرباح التي كان سيجنيها برشلونة من التأهل على حساب مانشستر يونايتد والذهاب بعيدا في البطولة، فهناك خسائر مادية أخرى تتعلق بهدف روبرت ليفاندوفسكي الوحيد في شباك الشياطين الحمر، والذي أحرزه من ركلة جزاء في الشوط الأول تم احتسابها ضد برونو فرنانديز. وتعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ في الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، متوقف دفعها على تحقيق 4 شروط رئيسية. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية ينص البند الأول في المتغيرات على دفع البارسا لبايرن ميونخ مبلغ 1.25 مليون يورو في حال سجل ليفاندوفسكي 25 هدفا في الموسم الحالي، وهو الرقم الذي وصل إليه يوم أمس بالفعل. أكد النجم الأوروغواياني فريدريكو فالفيردي بأن اللعب في الديربي يمثل ميزة خاصة، حيث أنها من نوعية المباريات التي يحلم بها كل لاعب. وأكد أن على لاعبي الميرينغي الاستمتاع بأنفسهم بعد تجاوز فترة الانتقادات التي طالتهم. تحدث فالفيردي لوسائل الإعلام الرسمية لنادي ريال مدريد فقال عن مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة غدا: إنها مباراة يحلم المرء باللعب بها، هي مباراة رائعة للاعبين والجماهير وسنحاول الفوز بها. نحن فخورون بما كنا نفعله ونعمل بتواضع لأجل المستقبل. الفريق يعمل بشكل جيد، وقبل بضعة مباريات تم انتقادنا كثيرا، والآن علينا الاستمتاع بهذه اللحظة والعمل كفريق واحد. وشكر فالفيردي كل من عمل على دعمه في ريال مدريد لتجاوز البداية الصعبة للموسم. وقال لاعب الوسط الأوروغواياني: أريد أن أشكرهم لأنه في الوقت غير المثالي كان الموظفون والجميع يدعمونني، ليس فقط في الملعب ولكن بشكل يومي، وحتى عندما كنت أصطحب طفلي إلى المدرسة. واختتم حديثه: نحن جميعا ممتنون، عائلتي وزوجتي وطفلي. أريد أن أقول إن هذه اللحظة الجيدة التي أعيشها الآن هي بفضلهم أيضا.